اللي قاله محمد جودة الشيف بزنس اوفيسر السابق لجوجل اكس في برنامج انس بوخاش عن سام التمان مؤسس شات جي بي تي ما كانش دقيق قوي في المقطع اللي جاي. اول ما ظهر تشات جي بي تي كسر كل القواعد اللي احنا كنا متفقين عليها، الناس اللي هي مهم بالنسبه لها ان التكنولوجيا تخدم البشريه. احنا كان عندنا 3 قواعد، اوكي، ما كانوش مكتوبين في عقد بس كنا كلنا متفقين عليها. سام التمان ربنا يديله على قد نيته كسر ال3 قواعد دول، اوكي. راح حط تشات جي بي تي على الاوبن انترنت وعلمهم يبرمجوا وخلى ايجنتس تقول لهم يعملوا ايه. بحسب كتاب سوبريماسي الحائز على جائزة أفضل كتاب بيزنس في 2024 من فاينانشال تايمز، في فصل اسمه جولياث بارادوكس بيوضح إن جوجل رغم إن هي اللي اخترعت فكرة الترانسفورمرز إلا إنها ما عرفتش تحولها لمنتج ناجح. مو جودة دايما بيركز على الجانب الأخلاقي كسبب، وده اللي الكتاب بالظبط كان ذاكر إن كبار رجال جوجل بيستخدموه دايما كحجة أو كعذر، الجانب الأخلاقي. بينما ال3 أسباب الحقيقية لده بحسب الكتاب ومن ناس جوه جوجل هي الاسباب الاتيه: واحد، ان جوجل مش بتتحرك في مشروع غير لو شايفه ان المشروع ده هيجيب لها على الاقل مليار دولار. اتنين، جوجل بقت بتعتمد اكتر انها تشتري شركات جاهزه اخذت المخاطره في التكنولوجي وفي البيزنس كيس بدل ما تتعب وتبتكر هي بنفسها وتبقى صرفت على الفاضي. ثلاثة، واخيرا وعشان كده الفصل اسمه كده جولياث بارادوكس، ان ضخامه جوجل بقت مخليه اي خطا يبدو وكانه فضيحه، وده خلاهم يتجنبوا ويخافوا انهم يجربوا تجارب جديده لئلا تاثر على سمعتهم فتاثر على ضخامتهم وسيطرتهم على السوق. النتيجه، رغم عبقريه ابحاثهم ابحاث جوجل الا انهم مع الاسف بسبب ضخامتهم خافوا انهم يخلوا الذكاء الصناعي منتج ينفع الكاستمر، لئلا ده ياثر على الكاش كاو او البيزنس الاهم بالنسبه لهم السيرش، فيأثر بالتبعية على الريفينيو ستريم الأهم بتاعتهم الإعلانات. كل اللي عمله سام ألتمان بقى إيه؟ إنه أخذ الورقة البحثية المفتوحة من جوجل وقلبها لمنتج تجاري وجرب مع الناس بجرأة بدون خوف من ضخامته ولا على سمعته لأنه كان لسه بيبتدي. فلو كان الموضوع فعلا أخلاقي زي ما بيتقال وإن سام ألتمان يعني خالف الأعراف والأخلاقيات اللي كانت جوجل حطاها، طب ما كانت جوجل ما نشرتش البحث العلمي أصلا، أو حتى لما نشرته كانت حطت عليه قيود واضحة. لكن هو الحقيقة إن جوجل ما عملتش كده لأن جوجل كانت أجبن من إنها تستخدم الترانسفورمرز وكانت متخيلة إن محدش غيرها هيكون عنده الذكاء إنه يعرف يستخدم الترانسفورمرز. فبقدر احترامي لمو جودة وبقدر فخري إنه مصري عنده كل المعرفة دي عن الذكاء الصناعي، إلا إني مختلف معاه في رأيه عن سام ألتمان ومعتبر إن رأيه ده تحامل عليه. أنت بقى بعد ما عرفت اللي موجود في الكتاب شايف مين اللي أقرب للحقيقة؟ كلام مو جودة ولا اللي عمله سام ألتمان؟ شاركني في الكومنتات ولايك وشير وفولو لو عجبتك الحلقة دي. باي.